مصر التي حماها الله. مصر التي أنجبت هاجر زوجة سيدنا إبراهيم وأم سيدنا إسماعيل. مصر التي اشترى أحد أبنائها نبي الله يوسف ليعيش ويموت في مصر. مصر التي أتى إليها نبي الله يعقوب وزوجته وأولاده. مصر التي أنقذت كل شعوب الأرض من الموت جوعا في سنوات القحط العجاف، فأطعمتهم من خيرها، فظلت صاحبة الفضل عليهم وعلى أحفادهم إلى يوم الدين. مصر التي ولد فيها سيدنا موسى ويكلمه الله في الوادي المقدس طوى، لتكون المرة الأولى والأخيرة التي يصل فيها صوت الله إلى الأرض. مصر التي أنجبت السيدة آسيا زوجة فرعون، وهي أول امرأة يبني الله لها قصر بالجنة. مصر التي نزلت بها التوراة في ألواح من السماء، وهي التي أنزل الله فيها على بني إسرائيل المن والسلوى. مصر التي اختارتها بوحي إلهي مريم بنت عمران وطفلها الرضيع سيدنا عيسى هربا من بطش أعداء الله. مصر التي ذكرت في القرآن الكريم 5 مرات صراحة والعديد من المرات بالإشارة، وهي الوحيدة أيضا التي ذكرت في كل الكتب السماوية. مصر التي قال فيها رسول الله استوصوا بأهلها خيرا، وأكد أن جندها خير أجناد الأرض، وأن شعبها في رباط وجهاد إلى يوم الدين. مصر التي قال فيها عمرو بن العاص إن أمارة مصر تعادل كل باقي دول الخلافة. خلال المجاعة في شبه الجزيرة العربية وموت الناس جوعا، أرسل لها عمر بن الخطاب بطلب الغوث من أهلها، فيجتمع المصريين ويقررون إنقاذ إخوانهم في شبه الجزيرة العربية، ويرسلون قافلة أولها في المدينة المنورة وآخرها في القاهرة، ويدعو عمر بن الخطاب لمصر وأهلها بالخير والنماء والرخاء. مصر هي الدولة الوحيدة التي خصها الله بالأمن والأمان بطولها وعرضها، وقال الله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر الدولة الوحيدة التي توجد بها خزائن الأرض. اللهم احفظ مصر وأهلها الطيبين، اللهم آمين يا رب العالمين. ما تنسوناش في اللايك وكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.